يا سلام يا بنات، ايه الجو الجميل ده؟ تحت الخيمة بقى كأحلى مكان للحواديت. احنا حاسين يا ماما كأننا في مغامرة بجد. ايوه، والخيمة دي سرية قوي، محدش يعرفها غيرنا. صح، الخيمة دي مكاننا الخاص، مكان للأسرار والقصص اللي محدش يسمعها غيركم. يلا بقى، جاهزين للحدوتة اللي هتخليكم تسافروا بخيالكم بعيد؟ يلا بينا. كان يا مكان، يا سعد يا إكرام، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. قولوا معايا: عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان في قرية صغيرة عايش فيها ولد اسمه سليم. سليم كان مشهور إنه صادق دايما مهما حصل، بس كان عنده مشكلة إنه ساعات بيخاف يقول الحقيقة علشان ما يزعلش حد. يعني هو صادق يا ماما نص نص؟ لا يا حبيبة قلبي، هو صادق بس لسه بيتعلم يبقى شجاع كمان علشان يقول الحق حتى لو صعب. طيب وده هيحصل ازاي يا ماما؟ هتعرفوا دلوقتي، استنوا المفاجآت. في يوم من الأيام سليم كان ماشي في الغابة جنب القرية بتاعته، وسمع صوت حصان بيتألم. جري بسرعة عليه ولقى حصان مربوط في شجرة باين عليه تعبان جدا. سأله الحارس: مين ربط الحصان؟ سليم شاف الولد الكبير بتاع السوق اللي هو ربطه، لكن سليم سكت، خاف يقول الحقيقة علشان الولد الكبير معروف إنه شقي وممكن يضربه. يا خبر يا ماما، هو كده يبقى ما قالش الحق؟ بالظبط، وساعتها سليم حس إنه غلط لأن الحصان كان بيتألم بسببه. بعد يومين في السوق وقع صندوق فواكه من فوق عربية، والناس افتكروا إن سليم هو اللي خبط فيه. الكل مسك وقال: انت اللي وقعت الصندوق. سليم كان ممكن يقول مش انا، بس ساعتها افتكر الحصان اللي اتأذى بسببه وقال بكل شجاعة: لا، انا ما عملتش كده، واللي وقع الصندوق هو الولد الكبير نفسه. الناس كلها بصت عليه وقالت: انت متأكد يا سليم؟ قال: ايوه، وانا مستعد اقول كل الكلام ده قدام الكل. الله، يعني بقى شجاع وقال الحقيقة؟ ايوه، وساعتها عرف ان الصدق محتاج شجاعة. وفي يوم تاني القرية كلها اتخضت لأن في أسد صغير ضايع داخل من الغابة لحد البيوت. كل الناس جريت وخافوا، بس سليم وقف وقال: ما تخافوش، ده لسه صغير ومش هيأذينا، أنا شفته قبل كده في الغابة مع أمه. الناس اتصدمت: ازاي عرفت؟ قال: لأني كنت صادق وقلت الحقيقة قبل كده، والنهاردة هقولها تاني، الأسد الصغير مش مؤذي. وبالفعل الأسد رجع للغابة ومعاه سليم، والناس شجعته وقالوا له: انت علمتنا ان الصدق مع الشجاعة بيخلي الناس تثق فيه. ومن يومها سليم بقى قدوة لكل الأطفال في القرية. أي حد عايز يتعلم الصدق والشجاعة يبص على سليم. أنا كمان يا ماما نفسي أبقى زي سليم، وأنا برضو حتى لو خفت هقول الحقيقة. برافو عليكم. عايزة أقول لكم يا حبايبي، الصدق من أهم القيم، واللي يقول الحق ربنا بيحميه وبيخلي الناس تحبه وتثق فيه كمان. في يوم تاني راعي الغنم كان بيدور على خروف صغير ضاع من القطيع. كل الناس اتهموا سليم: انت اللي سرقت الخروف. سليم اتخض جدا وكان ممكن يسكت زي زمان، لكن المرة دي وقف وقال: لا، أنا شفت الخروف وهو بيجري ناحية النهر، وأقدر أوريكم الطريق. الراعي اتبسط جدا وراحوا كلهم لقوا الخروف واقف بيشرب من المية. الراعي شكر سليم قدام الكل وقال له: ده ولد صادق وشجاع، مخافش يقول الحقيقة حتى لو اتهمتوه. برافو عليك يا سليم، هو كده بقى مشهور في القرية كلها يا ماما؟ وبعدها بأسبوع مطر شديد نزل على القرية، بيت قديم جدا وقع، والناس افتكروا إن أطفال كانوا بيلعبوا جنبه. سليم كان هناك وشاف الحقيقة كلها، لكنه تردد هل يقول ولا لأ. وبعد لحظة شجاعة قال: يا جماعة، البيت وقع علشان كانت أساساته ضعيفة، مش عشان العيال كانوا بيلعبوا جنبه، أنا شفت كل حاجة. رئيس القرية قال له: شكرا يا سليم، شجاعتك دي أنقذت الأطفال من ظلم كبير. ياه، لو كان سكت يا ماما كان ممكن يعاقبوه،
يعاقبوا العيال كمان ظلم. بالظبط يا حبيبتي، ودي أهم حاجة، إن الصدق بيمنع الظلم. وفي يوم من الأيام نسر كبير نزل من فوق، وكأن الناس فاكرينه هيأذيهم. كلهم جريوا بعيد، لكن سليم وقف وقال استنوا، ده مش جاي علشان يأذينا، ده بيدور على عش اللي وقع فوق الجبل. الناس اتفاجئوا وقالوا انت متأكد يا سليم؟ قال ايوه، وانا مستعدة اوريكم. وبالفعل طلعوا معاه ولقوا العش واقع، وحطوا النسر الصغير فيه. كل القرية سقفوا لسليم وقالوا له انت مثال للصدق والشجاعة، ومن غيرك كنا هنخاف على طول. ومن وقتها بقى سليم مش بس مشهور في القرية، لأ، بقى أي طفل يغلط أو يخاف يقول الحق كان دايما يفكر سليم كان هيعمل ايه. يا بنات، عايزة أقول لكم الصدق والشجاعة بيخلوا القلب مرتاح، واللي يمشي بالحق ربنا دايما يسنده. أنا خلاص مش هخبي حاجة، وأنا كمان حتى لو خفت شوية هقول الحق. وده أحلى درس يا حبايبي نتعلمه قبل ما ننام. يوم تاني سليم كان ماشي جنب الجبل، لقى فتحة عربية منورة كأنها باب، قرر يدخل. وفجأة لقى نفسه في كهف سحري مليان جواهر بتلمع. واو، جواهر يا ماما! هو خدها يا ماما؟ استنوا، هنا بيجي اختبار الصدق. ظهر جني وقال له يا سليم قدامك اختيارين، يا إما تاخد الجواهر وتخدع الناس، يا إما تختار مفتاح صغير مصدي. سليم بص وقال لا، أنا مش هكدب علشان جواهر، أنا هاخد المفتاح حتى لو قديم. فجأة الكهف اهتز وخرج نور كبير جدا، والجني ابتسم وقال صدقك وشجاعتك فتحوا باب الكهف السحري الحقيقي. المفتاح فتح باب تاني، ولقى نفسه في مدينة المراية. كل مراية فيها انعكاس مختلف، واحدة بتوريه نفسه وهو جبان، وواحدة بتوريه نفسه وهو شجاع. الجنية قال لازم تختار المراية اللي هتعيش بيها. سليم وقف وقال أنا هختار المراية اللي بتوريني زي ما أنا صادق حتى لو بخاف ساعات. المراية نورت وفتحت له طريق للرجوع، والمدينة اختفت تماما. وهو راجع لقى حارس غريب واقف قدامه، شكله ضخم جدا ومعاه فرشة صغيرة فوق ايده. قاله يا سليم، الشجاعة مش معناها انك ما تخافش، لكن انك تقول الحق حتى وانت خايف. وسلمه الفرشة وقاله دي هتكون رمز صدقك، طول ما هي معاك عمرك ما هتضيع. رجع سليم القرية بتاعته ومعاه الفرشة، ومن يومها بقى الناس تقول سليم مش بس صادق وشجاع، ده كمان عنده سر من عالم تاني. يا بنات، عايزة أقول لكم إن الصدق والشجاعة مش بس بينقذونا في الدنيا، لكن كمان بيخلوا ربنا يفتح لينا أبواب الخير اللي مش بنتوقعها. ممكن يعني يا ماما نلاقي احنا كمان كهف سحري؟ لو كنتوا دايما صادقين شجعان هتلاقوا إن كل يوم في مغامرة سحرية خاصة بيكم. أنا موافقة يا ست ماما، من النهاردة مش هكدب أبدا. برافو عليكي يا حبيبتي. وكده يا حبايب قلبي خلصت مغامرات سليم، اللي علمنا إن الصدق والشجاعة زي جناحين بينا فوق أي خوف أو مشكلة. يعني يا ماما لو احنا خايفين برضو نقول الحقيقة؟ طبعا يا حبيبتي، اللي يقول الحق ربنا بيحميه حتى لو كان قلبه بيرتعش. واللي بيكذب يا ماما ايه اللي بيحصل له بقى؟ اللي بيكذب بيضطر يكذب تاني وتالت، وفي الآخر بيتعب وبيخسر ثقة الناس. لكن اللي صادق وشجاع الناس كلها بتحبه وتصدق كلامه. وعلشان كده يا حلوين اوعوا تنسوا أهم حاجة في حياتكم، تبقوا صادقين، وربنا هيكرمكم دايما ويخليكم منورين زي القمر. وبكده أقول لكم يا حبايب قلبي تصبحوا على ألف خير. وانتي من أهله يا ماما.